السلام عليكم المتابعين ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بتمام الصحة والعافية. الا كنتي كتقلبي على شي حاجة مالحة ولذيذة وسريعة التحضير وبعجين اللي قطني غادي يولي معتمد عندك في جميع الفطائر، فجبت لك هاد الفطائر اللي كيجيو خفاف ولذاذ ورطبين وبالحشوة اللي كتجي اكثر من رائعة ولذيذة بزاف، ومكوناتها اقتصادية وسهلة في التحضير. بلا ما نطول عليكم تابعوا معايا المكونات وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. خديت مقلة وضعت فيها 2 بصلات مقطعين كبار وضفت ليها الزيت وخليتها تشحر. ما تشحرات ليا البصلة مزيان ودبلات غادي نضيف ليها 2 حبات من الجزر وحبة واحدة من القرع الأخضر محكوكين ونخليهم يتشحروا مع بعضهم. عاد غادي نضيف ليهم الكفتة وغادي نفرتتها باش تشحر ليا مع هاد الخضر. وعاد غادي نضيف الحشوة ديالي زيتون خضر مقطع والفطر اسود اللي كبيت عليه الماء طيب وخليته حتى تنفخ وقطعته، وغادي نضيف القزبر والمعدنوس مقطع ونخلي هاد المكونات يتشحروا مع بعضهم. عاد غادي نضيف الشعريه الصينيه ديال الروز اللي تاهي رطبتها في الماء وسقطرتها وقطعتها، غنضيفها على هاد المكونات. وغادي نضيف التوابل، معلقه صغيره ديال الابزار مع مراش، الملح، معلقه صغيره ديال الهريسه، معلقه كبيره ديال التحميره ومعلقه كبيره ديال توابل الكفته. صافي ها هي الحشوه ديالي بعد ما طابت، ها نتوما شوفوا كي تجي رائعه وصدقوني راه لذيذه في المذاق. وضعتها في هذا الصحن باش تبرد مزيان باش غادي نصايبوا بها الهلاليات ديالنا. بالنسبه للعجين خديت قصريه وضعت فيها 5 كؤوس من الدقيق الابيض عبار بكاس العنبه ضروري يكون مغربل، وغادي نضيف عليه معلقه كبيره ديال الخميره حبوب، معلقه كبيره ديال السكر سنيده ومعلقه صغيره ديال الملح وربع كاس ديال الزيت النباتيه. غادي نخلط المكونات مع بعضهم وغادي نجمع العجين ديالي بالماء دافي. صافي كندلك العجين ديالي بالكف، كندلكها مزيان حتى كيولي ليا العجين منسجم ورطب. العجينه راه كتكون لينه رطبه. صافي بعد ما غادي ندلكها مزيان غادي ندهنها بالزيت وغنوضعها في البلاستيك الغذائي ونخليها حتى يضاعف الحجم ديالها. بعد ما ضاعف ليا الحجم ديال العجين، ها نتوما شوفوا العجين كي تتولي رطبه ومطلوقه. صافي غادي نشكل العجين، ندهن يديا بالزيت وغادي نشكل العجين ديالي كويرات ونغطيهم بالبلاستيك الغذائي باش ما ينشفوش ليا، ومباشره غادي نبدا نشكل فيهم. صافي بالمساعده ديال الدقيق كناخذ كره من العجين كنطلقها بالدلاك على شكل بيضاوي كما كتشوفوا معايا. ضروري تكون السمك ديالها رقيق نوعا ما تكونش غليظه حيت غيضاعف الحجم ديالها في الفرن. صافي كنطلقها بهذا الشكل كما غادي تشوفوا معايا، وكنوضع الحشوه ديالي في الطرف
صافي. وكنقطع اشرطه وغادي نلف العجين على الحشوه ونشكلها على شكل هلال كما غادي تشوفوا معايا. انا غنعاود معكم وحده. كما شفتوا معايا دائما كناخذ كره وكنطلقها بهذا الشكل البيضاوي، وكنحط الحشوه ديالي في الطرف وكنشكل هكا شرائط، وكنلوي العجين ديالي على شكل هلال كما كتشوفوا معايا. كنزير العجين ديالي على الحشوه باش ما كتخرجش ليا من هذوك الشرائط، وكنلفها على شكل هلال بهذا الشكل. وغادي نستمر هكا حتى نشكل العجين ديالي كامله اللي عندي. ها نتوما كيجي الشكل ديالهم زوين على شكل هلال. صافي ها هما الهلاليات ديالي بعد ما شكلتهم. غادي ندهنهم باصفر البيض مخلط مع قطرات من الخل باش كتحيد ليا ديك الزفوريه. صافي وغادي نرشهم بجنجلان وندخلهم الفرن. نتلاقاو بعد ما يطيبوا غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم. هما الفطائر ديالي بعد ما خرجتهم من الفرن كيجيو رائعين محمرين من الفوق والتحت وكيجيو رطبين. انا غادي نوضعهم في صحن تقديم باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم. ها هما الفطائر ديالي بعد ما وضعتهم في الصحن التقديم كما كتشوفوا معايا كيجيو محمرين من التحت ومن الفوق، والمنظر ديالهم رائع ولذاذين. ما نعاودش لكم على المذاق ديالهم، وكما كتشوفوا معايا رطبين ما كيجيو لا معجنين لا حتى شي حاجه. انا غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. ها انتم شوفوا معايا الحشوه ديالهم كتجي باينه بحال السيجار، ما معجنين ما حتى شي حاجه ورطبين. وكنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنسونيش من اللايك والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم، وخليوا لي تعليق زوين. والى اللقاء في فيديو قادم.